مساء الخير ومرحبا بكم كامل في القناة. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل ملاح. اليوم جبت لكم وصفة تاع لي بان سويس بدون عجينة التوريق. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتنجح معكم. لهذه الوصفة واش نحتاجو زوج كيسان تاع حليب، نحتاجو نص كاس تاع سكر ونص كاس تاع زيت، نحتاجو مغرفة وربع تاع خميرة الخبز، حبة بيض نحتاجوها اللابات، وحبة نحتاجوها ندهنو بها من الفوق، نحتاجو نص باكي تاع خميرة الحلوى وزز تاع تشينا ولا تاع القارص، ونحتاجو لافارين باش نلمو العجينة تاعنا. راح نبداو الطريقة على بركة الله. نجيبو غيسيبيون نفرغو فيه الحليب تاعنا، يكون دافي، لازم يكون دافي. من بعد الحليب نزيدلو مغرفة وربع تاع خميره. الا كنتو في سخانه ديروا مغرفه برك، ولا كنتو في البرد لازم مغرفه ونص، بيسك بارد الحال لازم ندوبليو الخميره باش تخمرنا لاباط تاعنا تمتم. ولا كنتو في سخانه ديروا غير مغرفه. هاي لك المغرفه كيفاش تكون معمره، وراح نزيد لها ربع تاع المغرفه. شوفوا كيفاش يكون على راس المغرف. وهنايا راح نضيف السكر ونخلط المكونات، نخلطهم بك شويه حتى يذوب لي السكر تاعي، ماشي شرط نخلطوها بزاف. وصفة سهلة ما تحتاج مجهود كبير، تمتم تحضروها، ما راح تشد معكم الوقت وتجيكم روعة روعة. قد ما نوصف لكم ما نقدرش نوصف لكم. راح نخلط مليح المقادير تاوعي هادو ونضيف باقي المكونات. نخلط مليح الخليط تاعي كيما راكم تشوفوا غير بالمغرفه. من بعد نضيف الزيت ونضيف حبه البيض. من بعد نزيد لها زست تاع التشينا، عفوا درت انا زست تاع تشينا، وانتم واش حبيتوا ديروا. اللي عندها زست تاع قارص تقدر دير زست تاع قارص، اللي عندها زست تاع تشينا تقدر دير زست تاع تشينا، كل واحد واش عنده. انا راح نكسر حبه تاع البيض في البول هذاك ونفرغها في الخليط تاعي، نضيفها للخليط تاعي. البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة باش تنجح لكم الوصفة وتجيكم مليحة. البيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. نخلط هذه المكونات كامل، نضيف عليها زاز تاع تشينا ونكمل نخلط. من بعد كي نخلطهم مليح نضيف الفارينة تاعي. وهنايا بعد ما خلطت مليح بديت نضيف في الفارينه. كي نضيف الفارينه راح نضيف لها نص باكي تاع الخميره الحلوه، نص باكي ماشي باكي كومبلي، ولا مغرفه تاع قهوه. نص باكي هي مغرفه تاع قهوه. راح نضيف لافارين ونخلط كل شيء، نخلط بالمغرفه. من بعد نحي المغرفه ونخلط بيه، نعجن بيديا حتى نتحصل على القوام اللي راني حاباته. لازم تكون عجينه خفيفه وتلصق في اليد، ما تكونش هاده روحها، ما تكونش يابسه. راح نوري لكم كيفاش تكون في القوام تاعها. انا نكمل كامل نلمد لافارين تاعي ونوريها لكم كيفاش تكون. هاي لك العجينه تاعي بعد ما لميتها، شوفوا كيفاش تكون. درت لها شويه زيت من الفوق باش ما تلصقليش. كي نغطيها راح نغطيها ونخليها تخمر ونوليو. هاي ليك لاباط تاعي، الله اكبر. بعد ما خمرت راح نهبط لها كامل الخمور. درت يديا في شويه زيت، نهبط لها كامل الخمور ونحطها فوق الطاوله، نعجنها بك شويه قسما، نحي لها الخمور هذا ما كان، نديغازيها كامل يخرج لها كامل هذاك الخمور. من بعد نديرها حربوش ونقطعها.
شتو العجينه تكون خفيفه، تكون خفيفه مليح وتلصق في اليد باش تسهل عليكم الخدمه. وهنايا راح نجيبها نقسمها على 7 قطع يكونوا متساويين، لازم تكون القطعه متساويه مع خوتها، ونشكلهم قريصات صغار، يكون القريصات يكونوا الوحده قد بعضها. وهنايا نحكمها غير بالكف تاع اليد ونبقى ندور فيها باش تتشكل قريصه وتجيني مليحه. كي نفتحها ما يجونيش فيها خطوط ولا عفسه. راح نكمل كامل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. وهنا بعد ما كملت شكلت كامل العجينه تاعي، كنت ذوبت انايا كانت عندي كميه من زبده التوريق وكميه من مارغرين، ذوبتهم خلطتهم مع بعض وذوبتهم. وانتم اذا ما عندكمش زبده التوريق تقدروا تستغناو عليها، انا كانت عندي درتها. تقدروا ديروا غير مارغرين. انايا باش تسهل عليكم الخدمه درت لا فارين من تحت، نزيد لها شويه من الفوق ونفتحها. نفتح القريصات اللي عندي، راح تشوفوا الطريقه، راح نوريها لكم خطوة بخطوة. راح نفتحها هكذايا، نتوما الا شفتوها تلصق معاكم ديروا لها الفارينه باش تساعدكم. انا ما حبيتش نضيف لها بزاف الفارينه، راني نسايس فيها غير بشويه، بيسكو كان نضيفوا لها بزاف الفارينه راح تيبس معاكم. هنايا بعد ما كملت راح نجيب هذاك الخليط اللي درتو بين مارغرين توريق ومارغرين نورمال، راح ندهن هذيك القرصه من الفوق ونخليها. من جهه نزيد نفتح القريصه الثانيه، نكمل كامل القريصات اللي عندي بهذه الطريقه، ما ندهنش غير الطبقه الاخرى بالمارغرين، باسكو الطبقه الاخرى هي اللي راح نفتحوها. انا راح نجبد القريصه تاعي للطرف، نجي نكمل نفتح القريصات الاخرين. راح نوريه لكم نضيفها من فوقها، راح تشوفوا كيفاش. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم. وصفة سهلة وما فيهاش بزاف مقادير اللي درتهم موجودة في كل بيت، واحد تخرج لكم هذه الكمية اللي درناها كمية لاباس بها، قيس عائلة. راح نحط هذيك القريصة من الفوق كما راكم تشوفون، نسقمها كامل باش تجي قد اختها هكذايا. من بعد نجيب هذاك الخليط تاعي نزيد ندير لها من الفوق، نحي لها هذيك لافارين وندير لها ندهنها من الفوق بالخليط تاع مارغرين توريق ومارغرين. وقلت لكم اللي ما عندهاش مارغرين توريق تقدر تستغنى عليها. وهنا بعد ما كملت كامل هذوك القريصات 7 قريصات اللي كانوا عندي، قلت لكم القريصه الاخرى كي ديروها ما تدهنوهاش من الفوق. كيما راكم تشوفوا هنا انا ما دهنتهاش، راح نضيف الفارينه وندير الفارينه من التحت باش تسهل عليا الخدمه. ونفتح الخليط عفوا ونفتح العجينه تاعي. راح تفتح معكم بكل سهوله العجينه. بك قلت لكم ما تيبسوهاش، خلوها طريه، تخلوها تلصق في اليد.
انا راح نفتح العجينه تاعي. ملح لازم تكون ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه بزاف. هاي لك العجينه تاعي بعد ما فتحتها. راح نوريها لكم كيفاش تكون في السمك تاعها. هاي لك. انا راح نجيب سكر كريستاليزي ونرشها كامل من الفوق. عفوا، قبل ما ندير السكر راح نفرغ هذيك الخليط تاع زبدة التوريق والمارغرين اللي بقالي، نفرغه من الفوق وندهنه كامل بالبانسو. ندهن كامل هذه العجينة اللي فتحتها. من بعد نجيب السكر كريستاليزي ونضيفه من الفوق. وانتم ما تحبوا ديروا سكر بني ولا وش حبيتوا، هذا يبقى اختياري. ما بالسكر بني تجي بزاف هايله. راح ندهن كامل لاباط بهذه الطريقه. راح تجيكم بزاف هايله، تجيكم خفيفه من الداخل ومورقه. ونديري درتوها بالباط عفوا بعجينه التوريق. انا ما حبيتش نحبس لكم كامل الفيديو، حبيت تشوفوها خطوه بخطوه باش تجربوها وتنجح مع حباباتي ان شاء الله. ونشكر بزاف بنات اللي دارت فيا ثقه وجربت الوصفه تاع بسكوير اللي درتها ونجحت معاها. نقول لكم ميرسي كي جربتوها، يعطيكم الصحه كي درتو فيا ثقه. وهنا راح نضيف السكر كريستاليزي. نرش كامل العجينه تاعي، نرشها لازم ترشوها كامل ما تخلو حتى بلاصه. من بعد انا عندي هادوك لي بيبيت او شوكولا. نتوما تقدروا ديروا فيرميسال شوكولا، تقدروا تحكموا طابلة تاع شوكولا تسكرفجوها بالسكرفات وديروها من الفوق، ولا اللي تحب زبيب تقدر دير لها زبيب. هي تجي ثاني مليحه بالزبيب، بصح كاين اللي ما يحبش الزبيب. هو مليح بزاف ومفيد بزاف خاصه للذكاء والذاكره. كما كنتوا تشوفوا هنا راني نضيف هادوك لي بيبيت او شوكولا. من بعد نرولي لاباط تاعي كيما راكم تشوفوا هنايا. نبقى نرولي فيها هكذايا حتى نكمل كامل لاباط. كي نكملها كامل نجيب الموس تاعي ونقطعهم. نقطع البان سويس تاعي. هاي ليك نحكم هكايا قيس 3 سباعتين ونقطع. وهنا انا البلا تاعي عندي درت له بابي كويسون. واللي ما عندهاش بابي كويسون تقدر دير فرينه من الحدا. وكنت سخنت الفوخ تاعي على 180 درجه. سخنته نص ساعه قبل نص ساعه ما قبل ما ندخل البان سويس تاعي. وهنايا راح نحط الكميه ونحكم نخدمها بالكف تاع اليد. نحطها راح تشوفوا الطريقه راهي وضحت لكم في الفيديو. نحطها كيما راهي هكذايا، نحطها ونحكم بالكف تاع اليد ونخدمها. ما تلصقوش الحبات باسكو راح يزيدوا يتنفخوا داخل الفوق. انا حنكمل كامل الكميه اللي عندي ونرجع لكم. هاي لك الكميه اللي خرجتها عليه. شوفوا الله يبارك هذيك الكميه اللي درناها. شوفوا شحال تخرج لكم. انا دهنتها بحبه بيض. درت لها شويه تاع حليب ودهنت بها البان سويس تاعي وراح ندخلو للفوغ تاعي. هنا بعد ما طاب شوفوا كيفاش يجي بزاف خفيف. شوفوا هنايا لازم تخلوه يتحمر مليح. هاولي كيفاش طاب. راح ندهنو بالكونفيتور من الفوق. واللي عندها لا جولي تقدر دير لا جولي. انا درت لو كونفيتور. والتزيين يبقى اختياري، تحبوا تخلوه هكا تقدموه، تحبوا ديروا له تزيين، تحبوا ديروا له لوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي محمص ولا كاوكاو مرحي ومحمص نوع كوكو، ولا تقدروا ديروا له مام فيرميسيل تاع شوكولا. هذا يبقى اختياري. وهنايا راح انا زينته بالكاوكاو كان عندي محمص ومطحون. راح نكمل كامل الكميه ودخلت الكميه الاخرى راهي طيب. كي
الطيبه راح نوريها لكم في صحن التقديم. هاوليك لبان سويس تاعي، شوفوا كيفاش جا، ان شاء الله يعجبكم. و راح نفتح لكم حبه، على بالي تحبوا تشوفوه من الداخل كيفاش يجي خفيف كي القطن. نفتح لكم حبه تشوفوها. هاولي كيفاش يجي من الداخل، شوفوا يجي خفيف ما شاء الله، ويجي كي القطن. نهاولك شوفوا. ودوكا لحقنا لنهاية الفيديو. معليا غير نقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كما جديد تاعي، وما تنسوش تبارطاجي مع احباباتكم مع صحاباتكم. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.